رفيقتي عم تسأل على شغلة. عبود سلطانة وينها؟ بالبيت. يعني اتخذت القرار؟ بالبيت أحسن له. لك مو عن هي عم اسأل، عن قصة زواجكن. حبيت مرة واحدة بحياتي وما ضل كلمة ما سمعتها. عبودتي، شغل القلب العميق مو مثل شغل الدولة العميق. الدولة بتقتل الزلم والحب بمرمطهم. طمني سيادة المقدم، إن شاء الله وصلت له. ايه وصلت. جيم 2/11 رح يلتقي مع مراد. عجبك؟ لذيذ. انت بتشتاق لها لهلا؟ عن جد عجبني، بيعملوا السمك طيب كتير. خالي نازك حكت لي عن الموضوع. جاوبني مراد. ما بحب احكي بهالموضوع. ليش؟ ما بحبه بس. معناتها بتشتاق لها. ايه بشتاق لها. ما توقعتك هيك ابدا. ليش؟ ما فهمت. ما بعرف، يعني الرجال اللي مثلك كنت بفكرهم لا بيحبوا ولا بيشتاقوا. كيف بيكونوا يلي بيشتاقوا؟ كزلوك وبيربطوا الكنزة على كتافهم. هيك. مو مبين عليكي مدرسة. الكل هيك بيقولوا لي. هو صح، بس الإنسان ما بيختار المهنة حسب شخصيته. أنا رأيي بتعرف شو؟ كتير قليل لنختار بأنفسنا. مين اللي بيختار؟ القدر. ايه، بعد رهف ما رافقت أو حبيت؟ لا. بحاجة بقى. شو ما بعرف قديشك نسونجي؟ أمك خبرتني، قال تعب من شق الرسائل اللي اتصلوا. مو هيك، امي بتحب تمدحني. أمك ليش لتمدحك إنك نسونجي يعني؟ مو الرجال بيتباهى بإنه نسونجي؟ طيب جد أنت هيك؟ أنا ما بشوفها شغلة منيحة. بس أنا برأيي العزابي إلا ما يكون هيك. تاخدي حلو؟ لا شكراً، شبعت. شاي، قهوة؟ إذا مشتهي اطلب. لا. تليفونك عم يرن، إذا لازم نقوم معلش. الحقيقة عندي شغل كتير مهم، إذا أمنا ما بتزعلي؟ لا طبعاً.
أنا رح أدفع. لا، أنا اللي عازمك. بس أنا اللي بدي حاسب. ايه برو، الطاولة يلي بقعد عليها أنا يلي بدفع حسابها. لا تعمل منا قصة، دفعت وخلصت. لا تعملي هيك. ليش عم تكبرها؟ كلهم كم ليرة. يكونوا قد ما يكونوا، وقت اللي بتكوني معي أنا يلي بدفع الحساب. معي مصاري، أنا كمان بشتغل. تاني مرة أنت اللي بتحاسب. رح أمشي ها. يلا. ما عاد أطلع معك مرة تانية. وأصلاً إذا بتقوم بتمشي، أنا اللي ما عاد روح معك على محل. مراد؟ مراد؟ شو اللي عم يصير؟ والله في شي مو طبيعي يا معلم. لو سمحت، شو رأيك تكسب لك 500 ليرة؟ معقول تكون عم تلحقني؟ أسرع كاظم أسرع، مو قادر تلحق تاكسي؟ شوفي عبد الحي. طيب يلا جاي. اضربه. عليك دين 500 ليرة للشوفير. معلم الحمد لله على السلامة. شغلة عادية مو كبيرة. إن شاء الله شغلتك أنت